شوط أول عفن كروي، دمار نفسي، أمراض نفسية. الشوط الثاني أداء جيد، بين إنه نقصنا مدرب من تبديل جونزالو، كان المفروض نلعب مهاجم داخل منطقة الخصم. وبينت المشكلة الثانية إنه نقصنا فرد لاعب مع الأسف. كيليان لاعب جيد، نجم كبير، لكن ما يفيد منظومة الرياض. أعتقد لعبة فردي أكثر ما هو لعبة جماعي، وواضح باقي المباريات. بس إن شاء الله يجي مدرب يقدر يجمع بين فيني وكيليان وطريقة لعبه. بالكلاسيكو شو تتوقعون؟ اكتبوا بالتعليقات جماهير الرياض، جماهير برشلونة، اكتب بالتعليقات. أتمنى أوصل 1000 مشترك قبل نهاية كأس العالم، أم أقدر أروح أنا أطير للمكسيك وأسوي تغطية خاصة لمنتخبنا الوطني. يلا وصلني 1000. تصبحون على خير.